السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الفيديو رقم 3 من كورس Secrets of Collage Art. إن شاء الله في الدرس ده هنتعلم إزاي نعمل تصميم لفنان يعني أنا بحبه جدا، من أقرب الفنانين لقلبي، وهو فان جوخ. طبعا الستايل ده من التصميمات إحنا بنحتاجه لو إحنا مثلا جينا نعمل تصميم ليه علاقة بالفنانين أو مثلا بالممثلين المغنيين وهكذا. الستايل ده حلو قوي، وتعالوا نشوف إحنا هنعمل الستايل ده إزاي. بس قبل ما نبدأ عايز اقول لكم الفكرة بتاعت التصميم وايه اللي خلاني اشتغل عليه وازاي جبت الاستوكات دي. اولا طبعا فينسنت فان جوخ من الفنانين المشهورين قوي، وليه لوحات مشهورة جدا زي ستار نايت ولوحة زهرة الخشخاش وكذا لوحة تانية. طيب، علشان نعمل تصميم لفان جوخ يعبر عنه، هو يعني تصميم قريب شوية ان هو كوت، وفي نفس الوقت ممكن ان احنا بعد كده لو هنعمل ليه مثلا فيديو او حاجة بيتكلم عنه، فممكن يطلع في الجزء اللي هو مكتوب فيه التكست بتاع let us keep courage and try to be patient. ده احنا ممكن بعد كده نريبليس التكست ده باي تكست تاني طول ما هو الصوره دي موجوده، وممكن كمان نحرك الاوبجكت دي لو هنعمله كموشن. طيب، احنا استخدمنا فيه ايه؟ استخدمنا فيه اشهر لوحاته، زي عندك هنا اللوحه بتاعت ستار نايت، تمام، وفي اللوحه بتاعت زهره الخشخاش دي زي ما انتم شايفين كده معايا. ده الجزء بتاع لوحه ستار نايت، وده كمان، وده لوحه زهره الخشخاش. وكان في لوحه كمان جميله قوي هو رسمها ليها علاقه بزهور، فاحنا استخدمنا الحاجات اللي هو رسمها. حتى الصوره بتاعت فان جوخ دي صوره اعتقد ان هو كمان كان راسمها، وحطينا بعد كده كام تكستشر كده يبين حته بقى الكولاج وكده، ودخلنا معاه كذا element علشان يظبط الموضوع اكتر ويبقى الفيجوال نفسه جميل. كمان ضفنا يعني خليناه هو كانه مقطوع من مجله او كتاب عشان نخش نخلي التصميم معمول ككولاج، وخليناه على كانفاس علشان يبان برضو ان هو ليه علاقه بالرسم او كده. فتعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل التصميم ده دلوقتي. اول حاجه طبعا هعملها هفتح المقاس اللي يعجبك، اهم حاجه يكون سكوير، وخليه مثلا ريزولوشن دايما 300. انا فتحت مقاس 1300 في 1300 ريزولوشن 300. هنيجي بعد كده نختار هنا نعمل سوليد كلر، ونختار اللون اللي هو التيل كلر عشان ده بيبقى حلو قوي في الستايلات دي. ممكن نخليه مثلا اللون ده. وبعد كده هنختار الباك جراوند بتاعتي، هنستخدم الكانفاس، نحطها بالشكل ده كده، وهخليها مالتيبلاي. من هنا من المود هخليه مالتيبلاي، وكده انا جهزت الباك جراوند بتاعتي. هبدا بعد كده ان انا اقص العناصر اللي انا هستخدمها. انا هستخدم طبعا المين اللي هي الصوره بتاعته الاساسيه. طبعا في كذا طريقه للقص، انا بفضل ان احنا في صورته نستخدم البين تول، وبعد كده ممكن نقص بطرق تانية هقولها لكم دلوقتي. طبعا هي في تركية هنا في القص في اللوحات بتاعته بالذات، علشان هي لوحات فنيه ففيها تاتشات كده عشان تبان. هقول لك ازاي احنا بعد كده بنقصها. هنعمل سيلكت وبعد كده لير كوبي، وزي ما اتعودنا طبعا كونفرت تو سمارت اوبجكت. طبعا انا هستخدم هنا الكومبوزيشن بتاع رول اوف ثيرد، فانا كده قصيت صوره بطريقه لطيفه جدا. هبدا ان انا اظبط السكيل بتاعها، هنخليها مثلا في نص. خد بالك هي المين بتاعنا ماشي، فانت ما تحاولش انك تصغرها قوي. فاحنا هنشوف بعد كده الاوفر اول بتاع الاليمنت هيبقى عامل ازاي. الصوره شكلها جميل قوي قوي قوي، يعني انا بحب الستايل اصلا بتاع فان جوخ. حتى انا الكوت بتاعته المشهوره اللي احنا هنعملها دي، بص انا من شده حبي فيه انا مخلي الكود دي بتاعته تبقى عندي بين بوست على الفيسبوك على البروفايل بتاعي الشخصي. هنيجي من فيو هنا هنعمل جايد ونختار نيو جايد لاي اوت، وهنخلي الكلومز دي على 3. طبعا هنخلي الجايدز مش اصفر، هنخليها لون ابيض عشان يبان معايا. 3 و3. وبعد كده نجيب باقي العناصر بتاعتي. هجيب باقي العناصر بتاعتي عندي مثلا، هجيب باقي العناصر بتاعتي. هنبدأ بالجزء بتاع الورق اللي هو مكتوب فيه المسج. نعمل ان جروب عشان اخد بس، انا عايز الجزء ده من غير الشادو، ممكن امسح الجزء بتاع الشادو ده. ده الجزء اللي هيتكتب فيه النص، فهخليه طبعا على الجزء اللي هو المقطوع من كتفه علشان برضو يداري عليه. جميل جدا. نروح بعد كده نجيب الصورة بتاعت الصورة التانية،
اللي هيتحط فيها اسمه، هيتحط فيها تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. نختار اقرب حاجة نقدر نستخدمها. انا طبعا هستخدم الجزء ده عشان اقص الجزء ده بطريقة لطيفة جدا ما تاخدش مني وقت برضو. هروح عند الاوبجكت سelection تول، يعني دي اسهل حاجه عندي. طبعا احنا اتفقنا ان الاوبجكت سelection تول موجوده على الناس اللي بتستخدم البرنامج من نسخه 22 وانت طالع على ما اعتقد. بعد كده نيجي عند سيلكت ونعمل حاجه اسمها موديفاي كونتراكت ونخليه على 1 بكسل عشان يخش لجوه شويه. وبعد كده نختار كوبي ونخليها طبعا سمارت اوبجكت واخدها معايا احطها جوه التصميم. بس التصميم ده يعني مش صعب خالص، التصميم ده جميل جدا 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 يعني. ممكن نطولها شويه كده، ميلها سنه بسيطه مش هنميلها كتير. تمام، احنا ممكن نصغر كل الاليمنت اصلا مع بعض. هنيجي بعد كده نشوف بقى ايه اللي هستخدمه في الباك جراوند. انا عندي هنا في اللوحه بتاعت زهره الخشخاش، طبعا دي بقى اللي فيها تركات القص. ليه؟ لان انا يعني في بالبن تول لو جيت قصيت فلما هاجي اقص حته حته هتتعبني جدا، فليها طريقه طبعا. فلما هاجي اقص بالبن تول هتتعبني جدا، فليها طريقه تانية افضل بكتير ان انا بقى ايه اجيب برش عندي اكني كده برسمها بالظبط. فهعمل ايه؟ هعمل لاير جديد خالص. تمام، وهاجي بالبرش بتاعتي كده هبدا ان انا امشي عليها. وانا ان شاء الله هسيب لكم لينك البرش دي برضو موجود، هتلاقوه موجود من ضمن الاستوكات عشان وانتوا شغالين تعملوا لها داونلود. وابدا احدد. معلش هو الموضوع بقى هتلاقيه صعب شويه طبعا، خد بالك من البرش لازم يكون الفلو بتاعك 100%، سموزنج ده 0 والاوبستي 100%. طبعا هو الموضوع في الاول يبان صعب شويه بس بعد كده تلاقي نفسك ايه ايديك ماشيه بسرعه خالص. لو معاك طبعا جرافيك تابلت الموضوع بالنسبه لك هيبقى اسهل بكتير. لو معكش جرافيك تابلت لا الموضوع هيبقى بالنسبه لك فيه يعني مشقه عاليه. فممكن تستخدم بقى يعني اداه تانية للقص غير الموضوع ده. ممكن بقى بين تول بس مع يعني ايه هتتعب كتير قوي عشان تطلع بكواليتي ترضيك. طبعا احنا اتفقنا احنا في الكولاج ارت مش بنبقى دقيقين قوي في القص، بس اهم حاجه برضو ايه ما نبوظش الدنيا يعني. وناخد برضو الجزء اللي احنا عملناه ده، شايفين احنا كاننا بنمشي يعني بنرسمها بالظبط. طبعا احنا بنمشي كده على الاطراف بس، لكن نيجي في النص بعد كده هناخد الحاجات دي بطريقه تانية خالص. هقول لكم ازاي. احنا مثلا اهو بنمشي على الاطراف زي ما انتم شايفين اهو. تمام، انا بس عايز اخد الجزء ده كده. طبعا الجزء ده يعني ممكن اصلا ما يبانش معايا، هيبان بس الجزء بتاع الزرع. بس انا عشان توظيفه لسه انا معرفش توظيف التصميم هيبقى عامل ازاي، فانا بمشي على الاطراف بتاعتي كده بالطريقه دي. والله يا جماعه شغل الكولاج ده ممتع جدا جدا جدا. انا بحس كده ان انت لما بتشتغل كولاج ارت انت بتشتغل براحتك، يعني بتعمل اللي انت عايزه، مش مقيد بقى بحاجه معينه. طبعا النسب والحاجات الاساسيه اللي هي البرنسبلز دي يعني مفيش نقاش عليها، ما ينفعش ان انت تخلي بيها علشان اللوحه تطلع معاك مظبوطه. لكن بقى الابداع كله في انت بقى تقعد تقص وتركب كده وبتاع وتشتغل براحتك. مفيش بقى ايه الاهتمام بالتفاصيل اوفر عشان خاطر ايه تطلع مثلا العمل المتكامل زي الفوتو مانيبيوليشن، او بتعمل كونسبت ارت فمحتاج الحاجه تبقى ايه بيرفكت قوي، مور بيرفكت. زي ما احنا شايفين كده انا باخد الاجزاء دي معايا. بس الموضوع بعد كده هتلاقيه بالنسبه لك سهل جدا، خلاص اكنك ايه عارف بتشخبط ماسك سكتش وعمال تشخبط عليه، مش هتحس كده ان الموضوع صعب خالص. تعود دايما وانت بتشتغل ما تستصعبش الحاجه، حتى لو شايف ان انا لسه هقص دي كلها او اعمل دي كلها هتلاقي الموضوع معاك يعني عارف انت بتصعب على نفسك قبل ما تبدا. زي مثلا اللي لسه هيتعلم تصميم جرافيك يقول لك انا لسه هتعلم اساسيات اخش على طول في التطبيق، فلما يجي يطبق اصلا مش هيلاقي نفسه عارف يطبق. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ لازم يتعلم اساسيات ولازم يعمل ده كله عشان يعرف بعد كده يطبق. ما ينفعش هوب يخش على طول يروح ياخد كورس ادفانس، ده يلاقي نفسه مش فاهم اي حاجه وضيع على نفسه الفرصه ان هو يتعلم صح. تمام، ده اهم حاجه عندي ان انا اخد الايه الاجزاء دي. هنيجي بعد كده نظبط بقى الباقي، فنكبر شويه البراش
ونشتغل بطريقة اكبر شوية من كده اهو. طبعا انت لو عايز بعد كده بعد الاطراف دي ما تعملها ممكن ايه تسلكت الاجزاء دي، مفيش اي مشكلة، بس ايه تظبط الاطراف كويس. بعد كده نعمل سيلكت، هقول لك ازاي دلوقتي. احنا بس ايه الاطراف دي تمام بالنسبة لي. نكبر كده بس البرش شوية. تمام، بعد ما خلصنا هنعمل كنترول عشان يعمل سيلكت معايا، ونيجي هنا نختار نعمل الفايل ده سمارت اوبجكت، ونعمل ماسك. فكده انت معاك الصوره. في بقى حاجه انت عايز تشيلها مثلا من هنا، عادي تقف على الماسك وتجيب البراش بتاعتك تظبطها كده، وتيجي هنا تشيلها عادي. انت هنا معمول على الابيض اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. انا شلت الحاجه مثلا، الحاجات الزياده دي مش عايزها، وهكذا. هناخدها بعد كده في التصميم بتاعي، هنحطها مثلا ورا فان جوخ بالطريقه دي. نخليها مثلا هنا لغايه ما نشوف احنا هنعمل ايه في التصميم. ممكن نصغرها شويه على حسب بقى احنا ايه، عشان لسه هجيب اللوحه التانية المشهوره. طبعا اللوحه دي اللي هي بتاعت ستاري نايت، هناخد الجزء ده. طبعا هناخد الجزء ده ازاي؟ برضو زي ما عملنا. فاحنا عايزين ناخد الجزء ده بالظبط كده. فهجيب البراش بتاعتي زي ما عملنا، ونعمل كنترول ونقف عليه، وبعد كده نيجي هنا نعمل ايه، من سيلكت لاير في كوبي ونخليه سمارت اوبجكت، وناخده معانا جوه التصميم بالشكل ده كده اهو. هنكبره طبعا شويه، انا عايز بس الجزء ده اللي يبان منه ورا فان جوخ. تمام، يعني عايزه بالشكل ده كده. وهنجيب اللوحه بتاعت زهره الخشخاش دي، هنحاول ان احنا ايه، هنحاول ان احنا في اللوحه بتاعت زهره الخشخاش دي نميلها شويه كده، ونجيبها هنا مثلا. طبعا كل ده بقى بيفرق على جماليه التصميم وانت بتشتغل. هنعمل نفس الكلام في الجزء ده، بس سريعا كده هنعمل لاير جديد عشان ما ننساش. خدوا بالكم اهم حاجه اللاير جديد، ونمشي بقى عليه تاني. نصغر كده شويه، واحنا ماشيين بقى بسرعه كده نحاول ان احنا ايه، نظلل الموضوع. طبعا التركايه دي في قص ايه بقى، قص اللوحات الفنيه بس، لكن انا مش بعمل كده في كل الحاجات. ليه؟ عشان انا عايز اعمل تكستشر معين، فعندي اصلا البرش اللي انا ماسكها دي، البرش دي بتاعت ايه، بتاعت زيت، رسم زيت، رسم لوحات زيتيه. فانت عادي ممكن تستخدمها. فحتى لما بتقص معايا بحس ان انا يعني اكني خدت الحاجه معايا بالفرشه دي، مش بوظتها او عملت حاجه شذت عن الموضوع. عايز برضو الجزء ده منها. تمام، ممكن كمان ناخد الجزء بتاع الشعر ده. احنا هناخدها كلها، وبعد كده نشوف احنا مثلا هنكبرها بقى، هنصغر، هنشوف احنا هنعمل ايه. طبعا بعد ما بنعمل الاطراف كده عادي بقى نكبر براحتنا ونمشي، مفيش مشكله، ما نخافش ان احنا نبوظ حاجه خلاص. بكل بساطه خدنا الرسمه، هنعمل كنترول برضو عليها كده، ونيجي هنا نعمل لاير في كوبي. طبعا هتلاقي بقى في حتت صغيره كده مش متاخده، ففي دي حلاوه القص بالبراش دي، هتديك التكستشر المطلوب، يعني هو ده المطلوب اصلا. نعمله سمارت اوبجكت ونخليه موجود هنا، نصغره طبعا شويه، شويتين تلاتة عشان يبان معايا. انا عايزه موجود مثلا بالشكل ده. جميل قوي عشان نعمل بالانس في التصميم. ونختار برضو نحاول ندخل الايه، اللوحه دي لجوه شويه. طبعا الكانفاس ده هخليه فوق اللاير، انا نسيت بس فعشان كده هو مضايقني. جميل قوي.
طيب هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ هنيجي نختار بقى اللوحة رقم 3. احنا قلنا هنستخدم 3 لوحات باللوحة بتاعت صورته. عايزين بقى ناخد الجزء بتاع الشجرة. طبعا انا مش مستحيل اخد الجزء ده كله، هيبقى صعب قوي عليا. فانا هختار مثلا اخد يعني فرع واحد، يعني هاخد مثلا الفرع الكبير قوي ده بكام حاجة كده منه بس، وهسيب الباقي. طبعا هنقص ازاي؟ هنقص بنفس الطريقة بالظبط. فانا بقى هسرعها المرة دي. بعد كده طبعا بعمل السلكت بتاعي واجي اقف على الصورة، كليك يمين لاير في كوبي. طبعا انا ما خدتهاش كلها، انا خدت جزء معين هاخده بس من التصميم اهو عشان يخدم معايا التصميم بتاعي، واعمل له ايه؟ سمارت اوبجكت. طبعا خد بقى اللي انت عايزه، شوف مثلا ايه اللي هيتناسب معاك. عايز تاخده تحطه جوه التصميم مفيش مشكله. احنا هناخد الجزء ده وهنحاول ان احنا ايه نخليه موجود عندي بالشكل ده كده عشان نظهر الجمال بتاع اللوحات بتاعته. تخليه مثلا ظاهر عندي بالشكل ده هنا، وهناخده برضو هناك ونعمل له vertical عشان يبقى عكس الموضوع، ونخليه ورا اللوحة نفسها بتاعت ستيرنايت. وهناخد برضو منه ايه جزء بسيط نبقى نحطه هنا لو عايزين. طبعا انا ممكن يعني اجيب الاوبجكت ده كده شوية اصغره، اخليه مثلا هنا كده عشان يديني مساحة ويبان معايا برضو ايه الجزء ده. ممكن التصميم كله يعني اسحبه يمين شويه كده عشان الاينمنت يبقى مظبوط معايا. انت كده يعتبر خلصت اغلب الاستوكات بتاعه اللوحه خلاص، يعني فاضل لك بس شويه التاتشات البسيطه اللي هتدي جماليه. بس تعالوا نظبط الجزء بتاع الصوره بتاع فان جوخ، وبعد كده نعمل التكست ونشوف الحته دي. اول حاجه عايزين نخليها كانه ورقه مقطوعه. نعمل ايه؟ انت عندك انا سايب لك استوكيه، شايف الاستوك اللي هي اللي فيها ورقه دي؟ تمام، انت هتاخدها زي ما هي كده، هتعمل انجروب، هتاخد الجزء ده ماشي، وهتيجي مثلا هنا عند اللوحه بتاعته وهتخليها موجوده تحت منه كده ماشي. بس طبعا ايه تكون مظبطها على الصوره. طيب عايزين بقى نقص صورته هو، يعني هو شخصيا. يعني تعالى بس نظبطها على الصوره الاول ماشي. ممكن نخليها ريسترايز لاير علشان نتحكم في ابعادها شويه، ونعمل لها مثلا ديستورت براحتنا. نخلي مثلا الجزء ده كده، نكبر الجزء ده كده. تمام جميل جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنقف عليه هو ماشي. هناخد اللاير ده بالطريقه دي كده، هناخد اللاير ده قصدي كوبي تاني ماشي، وهنقف هنخفي اللاير ده خالص اهو. هنشوف احنا هنقص عليه انهي اتجاه، هنعكسه فيرتيكال كده عشان نقص الجزء ده منه. وهناخده هنعمل كنترول ونيجي عند اللاير ده نعمل كده، ونيجي نقف عند فان جوخ ماشي. نعمل كنترول شيفت اي عشان نعمل السلكت ريفرس ويقص لي الجزء ده منه. تمام، وبعد كده اظهر بقى الجزء بتاعي اللي انا عملته اللي هو ده، بس اخليه ايه تحت منه كده عشان يبان ان هو مقصوص منه بالشكل ده كده. طبعا انا بظبطه بعد كده عشان يبقى ماشي معايا بالظبط اهو. ممكن بعد كده اعمل ايه؟ اطلع الجزء ده هنا اخليه موجود معايا بالشكل ده كده اللي هكتب فيه التكست. وطبعا في حته هنا لو شايفينها اهي من الصوره نفسها، ممكن اعمل ايه؟ اقف على الماسك عادي خالص وبالبراش تول وامسحها بالطريقه دي كده بنفس البراش اللي احنا بنستخدمها، فتحس ان انت ايه قطعته من الصوره بتاعته. لو عايز كمان تخلي لون اللي هو اللاير ده لون مختلف مفيش مشكله، اللي هو بتاع السكراتش بتاع القص ده الرابت بيبر عادي. ممكن نخليه مثلا اللون ده كده، ممكن نصفر شويه مفيش مشكله.
نخليه بالشكل ده. وبعد كده بقى نحط النص بتاعنا زي ما احنا عايزين ونبدأ ان احنا نكتب. انا النص طبعا مجهزه لك، هتلاقي عندك فينسنت فان جوخ، هناخدها كوبي، واسم الفونت اللي انا استخدمته هنا. الفونت ده يستحب قوي تستخدمه وانت بتكتبوا الحاجات القديمة دي. هنكتب التكست، هنكتب بفونت اسمه امنداين، هنكتب الاسم بتاع فان جوخ، هناخده من هنا كوبي بيست بالشكل ده كده. طبعا هنختار اللون اللي انتوا شايفينه ده عشان يدي حته فاندج كده موجوده، وهنخلي الاسم موجود بالشكل ده. هنميله طبعا مع ايه، مع السكراتش، فممكن نرفعه بالطريقه دي كده، وبعد كده نصغره كمان شويه عشان يبان معاه. وممكن نرجع تاني في الميله دي نخليها مايله سنه كده شويه، ونيجي بعد كده نكتب بقى ايه تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاه. بورن ودايت. بورن هنستخدم فيها فونت اسمه اوجستوس، بيليق قوي في الحاجات دي قوي قوي يا جماعه. طبعا بيبقى صغير قوي كده موجود هنا كده مثلا. ونيجي برضو في الداي نخليه هنا كده، نظبط الالاينمنت، ونيجي هنا ناخد المسج بتاعته، هنيجي نكتبها في الجزء ده كده. طبعا هنختار لها فونت، هنخليه مثلا على 6 عشان تكفي 6 ودوس انتر. وهنختار فونت اسمه بيلانو، فلطيف قوي الفونت ده فيها مكفي المسج بتاعتي. ممكن كمان اميلها سنه مفيش اي مشكله، ممكن ازود شويه الجزء ده لو عايز نكبر. تمام، المهم يكون ايه النص كله باين عندي وواضح. انا كده بنسبه 80% خلصت التصميم، ناقص بقى شويه حاجات كده هتطعم معايا روح العمل، فعشان كده هظهر برضو الجايدز بتاعتي، وبعد كده هشوف ايه اللي هيطعم معايا. انا عندي هنا فايل في الالستريتور، هناخد منه شويه حاجات كده هتظبط معايا الموضوع. زي مثلا لو هاخد الجزء ده هنعمل، طبعا انا هيكون معاكم مكتبه ستوكات تقدروا بعد كده تاخدوا منها اللي انتوا عايزينه وتستخدموه جوه اي تصميم. ناخد كده مثلا الجزء ده هنخليه هنا كده، ونخليه تحت خالص طبعا فوق الكانفاس. وناخد جزء تاني، ناخد مثلا الجزء بتاع القصايص دي. الحاجات دي حلوه قوي بقى، يعني بص الحاجات دي تبقى زي كده تطعيم للتصميم، يعني عارف بتطعمه تطعيم مش يعني الحاجات دي بقى بتطعم التصميم، بتخلي التصميم كده ايه مطعم، كأنك بتحط له كده ايه شويه حلى. عارفين كده بتبقى خارج مثلا فتلبس ساعه بتاعتك مش عارف ايه، تحط النضاره نفس الكلام. ناخد برضو الستار النجمه، طبعا الستايل ده جميل قوي. تقدروا بعد كده مثلا لو حد عايز يعمل حاجه لمثلا لبابلو بيكاسو، عايزين تعملوا حاجه ليوناردو دافنشي، هتلاقيهم امشوا بنفس الطريقه كده، خدوا لوحاته وابداوا اظبطوها. عايزين تعملوا مثلا اغاني معينه لممثلين مطربين، عبد الوهاب، ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، امشوا برضو بنفس الاسلوب، هتلاقوا الدنيا معاكم لطيفه ولذيذه جدا. ناخد برضو الجزء ده كده هنخليه بقى من تحت عشان يكمل معانا. ونحط بقى شويه، نحط حاجه هنا بسيطه خالص، يعني لو في اي حاجه ممكن السيركل دي مفيش مشكله، وممكن قصقوصه ورق كمان وخلاص. ممكن نحط السيركل دي هنا، وقصقوصه ورق كده صغننه. طبعا انت لو عايز تغير لون اي حاجه مفيش مشكله براحتك بقى، يعني عندك الحريه عيش. ممكن نخليها هنا كده تمام. ممكن كمان في الجزء بتاع اللي هي الورقه ده، لو عايز مثلا تعمل حاجه بسيطه خالص، تطلع الشجره دي تخليها كأنها طالعه منها مفيش مشكله. ممكن بس نظبطها شويه، يعني نعمل لها ماسك كده
نخليها بس كأنها طالعة من الورقة، فايه من تحت كده بس ايه نظبطها ونشيل الجزء ده، هو نظبطه كده بس كأنه فرع بس طالع للورقة دي. بس كده يعني اوفر اول كده احنا خلصنا كل اللي احنا عايزين نعمله في التصميم ده. اتمنى يكون الدرس مفيد جدا وتعلمتوا فيه حاجات جديده. محتاج برضه اشوف التاسك بتاعكم على جروب المناقشه. كان معاكم محمد فرج، ار دايركتور وخبره اكتر من 12 سنه في مجال تصميم الجرافيك. اشوفكم على خير، سلام.